السلام عليكم، كي دايرين الصحة والأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال. اليوم إن شاء الله غادي نبارطاجي معكم الهريسة بالفلفلة الحارة اللي كتكون يابسة. كان فايت ليا أصلا بارطاجيت معكم الهريسة بالحار الطري، كتجي بنينة وغزالة. في كوكوط درت السودانية ولا الفلفلة الحارة، جميع الأنواع درتهم، صيفطتهم ليا خالتي من البلاد، بيو 100%. من بعد طبعا ما حيت ليه العرش ديالو وحيت ليه ما أمكن من زريعة. كنضيف ليها واحد ضريسات ديال الثومة، معلقة ديال القزبر كبيرة، معلقة كبيرة ديال الملحة، ورقة الناموسة وشوية ديال الزيت. كنمرقها بإطرو ديال الماء حيت هي ماشي بحال الاخرى ما كتطلقش الماء. نسد عليها الكوكوط ونخليها طيب واحد نص ساعه تقريبا، ومن بعد غادي نهزها، غادي نطحنها بالطحانه اليدويه، ومن الاحسن بالبغا ميكسور احسن من الطحانه الكهربائيه حيت تبقى شاده كميه كبيره. ولا بان لي خاصها الماء كنبقى نزيد. من بعد كناخد الصفايه كنصفي فيها الزريعه وهذيك القشره اللي ما بغاتش تطحن حيت هي اللي كتهلك المعده فاش كتكوني كتاكليها. كنكمل بهذه الطريقه حتى كنصفي الخليط ديالي، ولا بان ليا باقي فيها شويه د الهريسه ممكن نعاود نخويها في الكاسرونه ونشللها بالماء ونعاود نصفيها باش ناخد اكبر قدر ممكن من الخلاصه ديال هذا الحار. وهذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما خديت منه كاع الخلاصه. وحتى هذه ما كنرميهاش، كنسرحها في بلاستيكه وكنديرها في كونجيلاتور. وقت ما غسلت الدجاج كنقرم منها واحد شويه وندوبها فوق الدجاج باش تحيد ليها الزفوريه وتعطيها المذاق. وطبعا من بعدها كنشللو، ومن بعد غادي نردها فوق البوطه ونخليها تطبخ حتى تعقد. خاصني نضمن بان الماء كله تبخر باش ما يخسرش ليا الهريسه وتبقى مده طويله. وهذا هو الشكل ديالها. غادي نعلبوها في القراعي، من الاحسن يكونوا صغار باش وقت ما حليت وحده صغيره ما غاديش تبقى ليا مده طويله. بالنسبه لطريقه التعليب سهله بزاف، خصوصا الا كنت غادي نعلب شي حاجه اللي هي سخونه. كان فايت ليا اصلا بارطاجيت معكم طريقه عده مرات. كنعمر القرع ديالي وكنسد ليهم الغلقه ديالهم مزيان وكنقلبهم على الغطايه ديالهم، نسدهم وهما باقيين سخانين بزاف. غير كنستعن بشي فوطه باش ما يحرقونيش. وإلا شكيتو في الطريقه ديال التعليب انها ما غاديش تسد لكم مزيان، كنعاود نسد في القرع ديالي في الكوكوط فيها شويه ديال الماء، كنسدها وكنديرها فوق البوطه. غير كتبدا تصفر كنطفي عليها ونخلي فيها هذوك القراعي. ملي غادي تخرجوهم غادي تلقاوهم معلبين تماما بحال ديال الزنقه، ما غيبغيوش يتحلوا لكم. كما كتلاحظوا ملي عمرت القراعي ديالي ضفت ليهم واحد شويه ديال الزيت من الفوق، حتى هي كتساعد باش ما يخسرش لينا المنتوج اللي عندنا، لانه كيغلف ولا كيعطيها طبقه فوقانيه وكتعزلها على الهواء. حداو راسكم لا تمشي تحرقكم واستعنوا بالفوطه. نعاود الطريقه، كنسدهم مزيان وكنقلبهم على الجهه الاخرى وكنخليهم يباتوا ليله كامله وغادي تسدوا مزيان، ما تخافوش منها. غير واحد الملاحظه، هادو تقدروا ديروهم في البلاكار مده طويله، كتقدر توصل حتى لعامين 3 سنين بالتجربه. ولكن الا حليتو شي قرعه خصكم ديروها في الثلاجه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. لاحظوا اللون ديالها كيفاش داير كيشهي، اما المذاق بلا ما نعاود لكم عليه. قلت لكم تقدر تصبر من عامين حتى 3 سنين، محال واش نتوما تصبروا عليها، وخصوصا بالنسبه للناس اللي كيستهلكوا الحار. ودابا خليتكم في امان الله، الى فيديو قادم.